يا مساء الخير، يا صباح الخير على اهل الخير، كل عام وانتم بخير. معاكم راميتال رامي سليمان، صاحب مؤسسه راميتال لجميع اعمال الراميتال والبي سي. النهارده داخل التجمع الاول في عظمه بجد، في شغل على مستوى، في مطبخ طالع بكل حب مقدمينه للعميله جميله اللي تواصلت معانا على التواصل الاجتماعي وقالت انا عايزه اعمل تحفه داخل المكان. بس في تفصيله صغيره كده برضو حابب ان انا اقولها. كان معاها بقى اخوها، فاحنا بنقول ان شاء الله هناخد دفعه اولى من الحساب وكده. فقال دفعه كام يعني؟ قلنا له يعني 10 20 30 على حسب ما كده. قال لي ايه ده كذا يعني، اللي انتوا عارفين يعني ديت ايه، بياخد 600 جنيه بس يعني في المعاينه. قلنا له احنا مش كذا، احنا راميتال وهنعمل تصميم وهنعمل شغل وهتشوف تحفه ان شاء الله. وقبل ما نتحرك قايلين ان احنا ناخد دفعه اولى، فبالتالي مشينا وبعتنا التصميم. بعد ما خدنا الدفعه الاولى طبعا تواصل معايا الباشمهندس وقال الله ينور، شغل عظمه. وبالفعل اللي احنا شفناه حاجه، واللي احنا شفناه مع التصميم بتاع حضرتك حاجه تانية وشغل تاني. ده بعد ما ركبنا بقى قال لا التفاصيل اختلفت خالص، واحنا فعلا مع حد ثقه، وده فضل من ربنا وكرم من ربنا كبير قوي علينا. نحمد ربنا. مش عايز اخش في تفاصيل اكتر من كده، عايز افرجكم على التحفه الفنيه داخل المطبخ. طبعا مطبخنا من خامات مكسيم الحديثه والجرين بورد والضلفه الجميله، ضلف الدريسنج روم اللي بتدينا شكل كامل مع النيش، مع الاضاءه العظيمه اللي حضراتكم شايفينها. حاجه فخامه الروعه، مش فخامه الفخامه، لا فخامه الروعه، مع ضلف التاتش. هنا عملنا وحدة كان المفروض ان هي هتكون وحدة للنظافة، ولكن هوريكم دلوقتي دولاب تاني خالص للنظافة. فاستغلينا المكان ده كتخزين بسيط. ليه استغلينا المنطقة دي بس للمكان ده؟ علشان معايا هنا عمود داخل في المكان من ورا، فشغلنا المنطقة دي هنا استغلال العمود على المنطقة دي كاملة. تمام. خدنا هنا النيش وخدنا هنا الدولاب البسيط وعملنا هنا مساحة التلاجة. التلاجة ما شاء الله من التلاجات الحلوة خالص، فتح كبير 90 درجة كاملة ما شاء الله. هنا فوق التلاجة منطقة للتخزين كبيرة، بلاستيكيات وخلافه. جينا على منطقة الميكروويف، هنا تخزين فوق، هنا طبعا تاتش عشان في الاخر نطلع الشكل الجميل ده. هنا تهويات علشان الميكروويف، وتحت وفوق كنظام البلت ان والشكل الجميل. طيب وقت الصيانة هنطلع الشكل ده وهنشيل شغلنا. بالنسبة لتفاصيل الكهرباء طبعا وكده فتحنا وعملنا التفاصيل كاملة. المطبخ لونين زي ما اتفقنا، فوق خشابي تحت اوف وايت. هنا الدرج العميق الكبير معانا كاستخدامات حلل وخلافه، حاجة عظيمة. لو تلاحظوا معايا ان انا معايا هنا تحت مقابض في المستوى ده، مقبض بلت ان. بالنسبة للعلوي مكبرين الضلفة معانا من تحت بحيث ان الشكل يطلع معانا بدون اي مقبض وما يحصلش اي تجريحات ولا اي حاجة. هنا الشكل معايا بيستهيألي افضل بكتير من التصميمات اللي قبل كده. كل يوم هيبقى فيه جديد وكل يوم هيبقى فيه تميز، مش هنقف عند نقطة واحدة ابدا ان شاء الله. هنا طبعا مطبخنا لعند السقف، وصلنا المطبخ لعند السقف بخلاف طبعا منطقة الغاز الطبيعي من فوق. وهتشوفوا عظمة دلوقتي بالنسبة للغاز الطبيعي بعد الركنية الجميلة اللي بتفتح استغلال كبير. هنا إن كانت المطبخية اللي هنا، إن كانت الركنية العلوية رغم إن العمق بتاعها صغير، تعالوا بقى نشوف العمق الكبير هنا تحت كاستخدام. ما شاء الله استخدام كبير في الوضع والشكل. هنا نقفل دي
وبعد ديت دي. منطقة البامب أو الثوم، البصل، بطاطس على حسب. هنا درج كاستخدام. هنا منطقة تقسيم الإدراج، تقسيم الدرج، معالق، شوك، سكاكين، درج سحري. تمام. هنا بحب انا اللقطة ديت خالص كده، بتبين استغلال مساحة قد ايه في منطقة واحدة بس. تمام. تقسيم درج خوص، حاجة عظيمة. طب تعالى بقى للدرج العميق برضو معاهم، ما شاء الله. حاجة، شايفين اللقطة كده من بعيد عاملة ازاي؟ حاجة حلوة وجميلة والله. يعني الواحد راضي عن الشغل وراضي عن التصميم جدا، والمطبخ دوت معمول بكل حب. الطرقة برضو كبيرة وواسعة معايا. لو انا هفتح الضلفة مثلا او كده مفيش معايا مساحة ايه صغيرة. هنا منطقة طبعا البوتاجاز، اتفقنا ان احنا دايما نحافظ على مستوى البوتاجاز يكون على نفس مستوى الرخامة معايا، بحيث ان الحلة نشيلها من هنا نحطها هنا على طول بدون اي مشاكل. منطقة هنا كان معايا هنا دخلة، فالدخلة ديت عايز احافظ على الاتساع بتاعها، ان انا هدخل لسه غسالة جوه وهدخل اجهزة، وهيبقى في هنا مكان للغسيل مخصوص هتشوفوه دلوقتي. طيب في نفس الوقت عايز احافظ على موضوع الغاز الطبيعي. عملنا للغاز الطبيعي منطقة للرخام كده، تمام، تتشال وتركب بكل سلاسة، تكون ساندة هنا. خلصنا او هنداري هنقفل عليها، وفتحنا برضو هنا مكان للخرطوم بالنسبة للغاز، علشان ما يجيش بتاع الغاز يقول ان احنا مداريين او مغطيين حاجة. وهنا كاستغلال برضو بسيط، تمام، زي ما اتفقنا ان احنا نحافظ على الدخل. هنا الشفاط بتاعنا، الشفاط الجميل. طبعا معانا فيديو بيوضح كل الكلام بالنسبه للشفاط المسطح، فلاتر داخليه ازاي شغله وايه ازاي نظامه، نقدر نرجع له على القناه. حافظنا على النهايات برضو بتاعتنا. هنا شفاط كبير. هنا عاملين طبعا نظام الماسوره نازله متداريه خالص، مفيش اي حاجه واضحه معانا بالنسبه لتفاصيل الغاز. ممكن تشوف الغاز بس من بعيد اللي هو الدخول، ودوت غصب عننا لازم بتاع الغاز يجي يشوف الغاز وهو داخل منين وكده. المنطقه بتاعت الشفاط دي كبرناها على قد ما نقدر برضو علشان ناخد المساحه ديت معانا في المنطقه دي. هنا منطقه الحوض، حافظنا على مثلث حركه كامل، ان كان من اول دخولنا من الباب، يعني انا داخله دلوقتي او داخل دلوقتي، هنا نيش استخدامات سريعه اقدر ان انا اخده. هنا الاجهزه الكهربائيه، هنا الميكروويف، هنا في رخامه واسعه معايا بالاتجاهات بتاعتها مع البوتاجاز. اتساع مكانك كده وانت شايف الاتساع كده. الحركه، نقدر الحركه هنا حره بدون اي كركبه معاك ولا حد يخنق حد. هنا معايا الماركت، سوبر ماركت كامل داخل دولاب المحوري الجميل، 6 ارفف ان كان داخلي او خارجي نقدر نخزن فيهم، بالاضافه كمان ان انا معايا تخزين كمان فوق للاستخدام والاستغلال السريع. ما شاء الله. هنا قصاد بعض كده عملنا النيش مع الماركت. الغساله، تمام، غساله الاطباق هتكون هنا. الحوض طبعا زي ما حضراتكم شايفين مساحه كبيره، تسلم لمسات الباشمهندس حسن، ربنا يبارك له. انا فاكر الترابيزه والله، هنجيبها دلوقتي بس خليها مفاجاه في الاخر كده. لمسات الباشمهندس حسن تسلم ايديه وتسلم اللمسات الجميله. طبعا هنقول ايه على الابداع والجمال، يعني جايب الرخامه دي كامله متكامله طبعا، ومطلعينها الدور الثالث. يشكروا قوي الشباب، وتسلم لمساتك عم حسن، تسلم اللمسات الجميله. طبعا الرخام الاسود الجلاكسي جميل المبدع. وهنا برضو المنطقه ديت كامله يا جماعه، منطقه واحده، يعني الرخامه دي كلها، نتخيل ان الرخامه دي كانت العرض ده كامل، المنطقه ديت اتشالت كده واتهدرت، ولكن كل ده ما فرقش معاه، هو عايز يطلع الشكل الجميل. بالاضافه طبعا لمنطقه الغاز، تسلم ايدك وتسلم لمساتك يا عم حسن، الله يبارك لك حبيبي. نروح لفين بقى يا عم الحاج؟ نروح
المنطقه السحريه الجميله. العميله بتاعتنا طلبت معانا وترابيزه داخل المطبخ، عملنا لها ترابيزه استانلس من لمسات جميله من باشمهندس عبد الله من شغل الاستانلس القسم الهندسي. بالنسبه للاستانلس حاجه روعه الروعه. طيب هنا حركتها زي ما انتم حضراتكم شايفين، حركه بسيطه وسهله. نطلع نفطر بره، نطلع بقى نعمل الاكل، ونطلع بقى نطلع الشاي، التفاصيل الجميله دي بكل سلاسه وبساطه. طيب خلصنا، هندخل اهو في منطقه الغساله، مفيش اي حاجه حصلت وكل حاجه متغطيه معانا. هنا منطقه الحوض واسعه وكبيره، نقدر نحط فيها الباسكت، نقدر نحط فيها المنظفات على حسب استخدام ست الكل. الركنيه الجميله كاستخدام كبير وعميق. هنا برضو المنطقه المشطوره معانا هنا كالعلوي استخدام كبير. منطقه المطبخيه دراع المنطبق كتخزين وكشغل وكسوفت كلوز، حاجه روعه الروعه. بس اشدها الشده الجميله دي واسيبها وهي هتكمل مع نفسها. كملي يا ستي، ايوه كده تمام كده. هنا برضو تخزين كبير في المناطق دي. منطقه الديكور عملنا منطقه ديكور برضو علويه بحيث ان هي تحط الفازه الورد الجميله. ولسه بالنسبه للكهرباء طبعا عشان احنا في التجمع وتاخرنا وكده، هيجي كهرباء ان شاء الله يظبط الكهرباء. هنا ليد داخلي، وفي المنطقه الثانيه برضو هيكون على نفس الوضع. المنطقه هنا ليد كامل مع الاضاءه العلويه لفوق، وربنا يبارك له. وبالنسبه للنهايات طبعا التفاصيل الصغيره دي بتفرق خالص. يعني احنا خدنا شكل الضلفه بشغل الضلفه على الجوانب، جلدنا بيها الاماكن دي، ان كانت في الدواليب كلها، ان كانت في اماكن الشفاطات. المطبخ اللونين بصراحه روعه الروعه. والاوف وايت الخشابي. منطقه الغسيل اللي اتكلمنا عليها في المنطقه دي، كان اول ما جينا كانوا عايزين يعملوا ارفف وكان الشكل مش هيبقى لطيف وكده، عملنا لهم دولاب النظافه هنا كمان كاستغلال اهو. دولاب النظافه في المنطقه دي، وهنا الارفف اللي كانت مطلوبه في المنطقه ديت اهي كاستخدام، وما ضايقناش الدخول ولا طهقنا الخروج. وهنا النهايه الجميله برضو معانا. بسم الله ما شاء الله، مطبخ رائع متميز مبهج جدا جدا جدا. نتمنى للعميله بتاعتنا السعاده والفرح والسعاده والهنا والسرور وكل حاجه حلوه حلوه، ربنا يبارك لهم ويتم عليهم بألف خير. معلش كنت طولت عليكم، بحب اشرح لكم كل التفاصيل، ما بفوتش اي حاجه زي ما انتم عارفين. بحبكم في الله، ما تنسوش تصلوا على النبي.